سلام عليكم. جربت كل طرق الطحينة اللي ممكن تيجي في بالك، سواء بقى اللي بالدقيق، اللي بالسمسم المحمص، اللي بالسوداني، واللي هنعملها النهاردة هي اللي هتديكي طعم الطحينة اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. فقط سمسم وزيت، ولكن يكون السمسم بتاعك ني، يعني لونه ابيض، لان هو ده اللي هيديكي افضل نتيجة. وببتدي ان انا احطه على نار هادية، ممكن متوسطة هادية، مع التحريك المستمر. الهدف من الخطوة دي ان انا اسخنها وفي نفس الوقت يعني اوصل لاول درجات الذهبي. خدي بالك لو زودتي عن اللون اللي حضرتك شايفاه كده في الفيديو هتدي طعم مش مستحب اطلاقا. هبتدي بقى في محضرة الطعام بتاعتي اضربها كويس قوي. اول مرحلة هتلاقيها ان هي هتبقى عاملة زي البودرة، كملي من غير اضافة اي حاجة لغاية لما توصل لقوام اشبه كده بقوام الحلاوة الطحينية مثلا. وهنبتدي هنا في المرحلة دي بقى في اضافة الزيت مع الضرب المستمر. طبعا هنا هبتدي ان انا اضيف الزيت بطريقة تدريجية وبظبط القوام عن طريق النظر. يعني طبعا كده ان احنا بنفتح محضرة الطعام كل شوية بحيث ان انا انزل الجوانب، وفي نفس الوقت بتختبري القوام عامل ازاي. لقيتيه زي كده مثلا هتلاقيه هنا حساه تقيل شوية، فهبتدي ان انا اضيف زيت كمان واضرب لغاية لما هوصل للقوام اللي حضرتك شايفاه ده. هتحسي ان هو اخف شوية من القوام اللي احنا بنشتريه من الاسواق، وده هو المطلوب لان هي لما هتقعد شوية هتتقل سنة. شايفين قوامها جميل ازاي؟ طبعا هتلاحظي حاجتين. اول حاجة ان هي ممكن تفصل عادي جدا لو سبتيها فترات طويلة، زيها زي الجاهزة بالظبط، مفيش اي مشكلة. قلبي الطحينة مع بعضها ترجع قوام واحد. الحاجة التانية ان هي هتبقى خشنة سنة صغيرة عن اللي بنشتريها من بره، لكن الطعم اوعدك لو مشيتي بنفس تفاصيل الفيديو هتحصلي على احلى طحينة، وكمان بتكون خام، يعني طعمها جميل جدا.